كل الناس بتحلم، وكل واحد عنده هدف بيجري وراه، بس مش دايما الطريق بيكون واضح بالنسبة لنا. ساعات بنسأل نفسنا ازاي نوصل، وساعات تانية بنضيع بين التفاصيل اللي ملهاش لازمة. طيب تعرفوا بقى إن الإجابة موجودة بفضل الله وكرمه، وبسيطة جدا، أبسط مما تتخيلوا. تابعوني وركزوا معايا جدا جدا جدا. رقم واحد، حدد هدفك كويس. شوف انت عايز توصل لإيه بالظبط. لازم تعرف انت عاوز ايه، لأن في ناس عايشة ومش عارفة هي عايزة ايه، وفي ناس عندها أهداف كتير جدا في حياتها. فعلشان توصل لتحقيق الهدف فتبدأ بالتدريج، وكل ما تحقق هدف وتوصل كده لتارجت معين انت بتتمناه، تبتدي في تحقيق الهدف التاني. زي مثلا مثال، بدل ما تقول عايز أنجح، يعني خليها أنا حصلت على تقدير 90%. نص الثقة في الله جميلة ازاي؟ انت واثق في الله سبحانه وتعالى، بس استنى، اوعى تكون حاطط هدف وما بتشتغلش عليه، يعني مش حاطط له كده خطة بشكل عملي. طيب تعالوا نشتغل بقى بشكل عملي على تحقيق أهدافنا. كل واحد فينا عنده هدف مختلف عن التاني. أنا عندي هدف، أنت عندك هدف، أنت عندك هدف. طيب علشان نحقق التارجت اللي احنا عايزين نوصل له، خلينا نقول ان احنا هنخطط بشكل عملي بسيط وسهل. زي ما قلت لكم في البداية، قسم الهدف الكبير لخطوات صغيرة تقدر ان انت تعملها. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، خلي بالكم. يعني ما تشيلش حمل مش حملك، يعني ما تحطش خطوات شاقة عليك. اسعى على نفسك بقى في الهدف اللي انت نفسك انه يتحقق. اكتب خطة واضحة قدامك، وكل خطوة ليها وقتها في تحقيقها. يعني انت بتحط لنفسك كده خطة، انت خطة زمنية يعني، والخطة دي كل وقت فيها ما ينفعش يسبق التاني. لا، زي مثلا في واحدة نفسها انها يكون معاها مبلغ مالي اخر السنة. الستات الجميلة اللي بتسمعني دلوقتي هتبقى لمسة المعنى ده. انها تقدر من مصروف بيتها، يعني انها تقتصد شوية، بتحدد المصروف بتاعها، بتوفر جزء صغير كده كل شهر، بتقلل من النفقات الغير ضرورية. يعني احنا اوقات بنصرف في حاجات ممكن يعني نخفضها شوية، فهتبص تلاقي بند المصروفات بتاعك قل كتير. بس لو انتي حطيتي كده خريطة لنفسك وقعدتي تشتغلي عليها، وعلى فكرة ممكن الموضوع في البداية يكون صعب وشاق بالنسبة لك، لكن هنا الإرادة بقى بتلعب دورها. انتي نفسك تحوشي فلوس معينة علشان تجيبي بيها حاجة في بيتك، أو علشان تحققي بيها حاجة لولادك أو فهنا قربك من ربنا بيديكي الطاقة الحماسية اللي انتي بتقدري تشتغلي عليها. لان ايه، في حد يقولك معرفتش اوفر الشهر ده غير مش عارفة كذا. طب ماشي، الشهر الجاي هتقدر بإذن الله، بس ما نجيش على البيت ولا على الولاد ولا غذاهم ونقول احنا بنوفر فلوس علشان نجيب حاجة مهمة. لا، اهم حاجة صحتهم، ياكلوا كويس وبس. بلاش بقى يعني الرفاهيات الزايدة عن اللزوم. ننتقل للإنسان اللي هو ناقم على حياته، ما بيحطش هدف. أنا هرجع تاني للكلام، بس خليني أخد الحتة دي عشان ما تتوهش مني. اللي ما عندوش هدف أو مش رابط نفسه بربنا سبحانه وتعالى، فكل ما في حاجة تلاقيها بتفسد في حياته يفضل يقول ليه ويشتكي ربنا للناس، ويبقى عايش كده زهقان ومتضايق. لكن طول ما انتي قريبة من ربنا يديك الطاقة الحماسية. وخلينا نخش بقى في رقم 3، الوقت وأهمية الوقت في تحديد وتحقيق هدفك. الوقت، أيوة، ربنا سبحانه وتعالى أقسم بالوقت في القرآن. والفجر، هو الفجر ده مش وقت؟ والعصر مش وقت؟ وقت. الوقت أساس النجاح. استخدميه بحكمة، استخدمه بحكمة. يعني انت لما بتيجي تقسم يومك بحكمة، والحكمة دي هتيجي من الاتصال والوصال بالله سبحانه وتعالى، علشان تقدر تشتغل على هدفك كويس. زي برضو في ناس نفسها انها تتعلم لغة. طيب
اللغة دي أنا عاوز أوصل لمستوى معين فيها. طيب أنت هتحدد في يومك، هتحدد وقت في يومك لإيه؟ للتعليم ده، بجانب طبعا الرياضة اللي بتدي الجسم الصحة والطاقة اللي تخليك بقى تقدر ان انت آه، تحقق هدفك زي ما انت ما بتتمنى. لان الحياة من غير رياضة مشكلة كبيرة جدا، بتبص تلاقي نفسك زهقان، مرهق، مش قادر ان انت تكمل الليفل بتاعك، وتقول تعبت زهقت. الرياضة بتديك الطاقة، الحماس، بتحس ان انت بفضل الله وكرمه عندك طاقة. وخليني برضو أكد عليها ان الطاقة دي والحماسة دي وبركة الوقت أنا بستمدهم بقربي من ربنا سبحانه وتعالى. فبإذن الله طول ما أنت مع حبيبك كل حاجة بإذن الله تتحقق. تعالوا ننتقل لرقم 4، وهو ركز على خطتك. أخبارها إيه؟ مفيش نجاح بيجي من غير صبر وانضباط، إصرار. وقعت شوية، ارجع تاني، اقف بسرعة. أصل أي حد فينا يقيسها على نفسه فأي حاجة هو بيتمناها. مفيش حاجة أول ما بحط لها كده خطوات بتتحقق بسهولة، بس ربنا ما بيضيعش مجهود إنسان أبدا أبدا، لا مؤمن ولا كافر. اتعب، اتعب وركز والتزم، يعني خلي فيه التزام يوم بيوم كده. هيقربك على فكرة من هدفك طول ما انت ملتزم ومركز ومتابع، ما بتستسلمش. ولو وقت اتأخرت شوية بعد كده بتكمل. يعني عارف انت الإصرار، الإصرار اللي بيجي بالوصال. تعالوا بقى ننتقل لرقم 5. خليك مرن، خليك مرن وانت بتحقق هدفك. حاول ان انت تكيف نفسك على الوضع اللي انت خلاص بتقول بسم الله الرحمن الرحيم انا هطبقه. لو قابلتك مشكلة تعمل ايه؟ هتقف وتقول خلاص بقى انا مش هعرف اعمل اللي انا بتمناه، مفيش الكلام ده. اقف، حاول تاني. ممكن الخطة بتاعتك تكون مثلا فيها حاجة غلط، فارجع حط خطة جديدة، غير مثلا من أسلوبها، غير من أسلوبك أنت، من تفكيرك أنت، بس ما تغيرش هدفك. اوعى. وأهم حاجة يكون هدفنا هدف جميل ينفعنا وينفع اللي حوالينا. ما تخليش حاجة كده تيأسك وتقول لك لا خلاص بقى انت مش قد الموضوع ده، انت مش هتعرف توصل للحلم والهدف اللي انت بتتمناه ده. والله العظيم انت تقدر تحقق المستحيل بقربك من ربنا سبحانه وتعالى. ده شرط، ده شرط ان انت طول ما انت قريب منه يحقق لك اللي انت عمرك ما تخيلته ويدهشك بعطائه. النجاح بيحتاج لتفكير مختلف مع اي تحدي. خلي بالكم، ركزوا قوي، بلاش تيجي كده يعني خبطات او حاجات في الحياة تخليك تقول لا مش هقدر، مش هكمل، مش عارف، مش فاهم. ركز تاني، جيب ورقة وقلم واكتب من جديد. شوف اللي انت تقدر تطبقه طبقه، اللي انت تقدر تعمله اعمله. بصوا، اي خطوة انا قلتها من البداية هي عايزة الاستعانة بالله والدعاء. استعن بربنا سبحانه وتعالى وادعي. النجاح ده رزق والتوفيق من عند الله. انت لازم يكون عندك اليقين والتوكل على حبيبك. اجتهد وخليك دايما متأكد ان السعي الصادق الصادق ليه دايما نتيجة مبهرة، نتيجة حلوة. على فكرة ربنا عظيم لما يلاقيك بتجري ورا هدف وبتتمناه وهو عنده العلم ان الهدف ده ما هيضرك مش هينفعك، فيقوم يدهشك بعطائه بتحقيق آه، بتحقيق حاجة انت عمرك ما كنت تتخيلها واجمل من اللي انت بتسعى ليه. اه والله انا لمست ده، لمست والله في حاجة انا كنت عمالة يعني اعمل لها كده خطوات واسعى ليها واشتغل عليها واقول يا رب. فيقوم بعد شوية من الوقت تعالي كده يا حنان بقى سيبي الهدف ده وتعالي بقى. عطاء ربنا اسعدني بطريقة اللهم لك الحمد ولك الشكر. فانت طول ما انت مع حبيبك وبتدعي وبتستعن بيه
هيعينك على اي حاجة، وعنده العلم. هي هتفيدك ولا هتضرك؟ ها؟ اصل انت لما بتبقى متوكل على الوكيل انت متوكل على الله اللي في ايده امرك وحياتك ودنيتك وشايف سعادتك في ايه وضررك في ايه. فلو بتجري ورا حاجة ومش عايزة تتحقق، وفجأة لقيت حاجة تانية اتحققت، اعرف ان ربنا سبحانه وتعالى بيقولك هو ده اللي ينفعك، وده هيكون اسعد بكتير. تعالوا بقى نروح لرقم 7. قيم نفسك باستمرار. انا اللي هقيم نفسي؟ ايوه. قيم اللي انت عملته، قيم الخطوات اللي انت بتمشيها، راجع نفسك كل فترة. اللي انت انجزته، حققت ايه من الخطوات اللي انت حاططها لنفسك؟ عملت ايه؟ وايه اللي محتاج اللي انت تعدله وتحسنه؟ على فكرة، لما انت بتقعد مع نفسك كده وتبتدي تقيمها بشكل مستمر، ده بيساعد على نجاحك. انت عارف، انت اللي هو رقيب نفسه، انت اللي بتصحح لنفسك، انت الاستاذ والتلميذ في آن واحد. يعني انا بتابع نفسي وبشوف وما بضحكش على نفسي. ما ينفعش اشوف خطوة وقعت فيها واقول برافو. مش معقول. اللي يضحك على نفسه يبقى عنده مشكلة. لا، في حاجة ما اتحققتش، خلاص احط لها خطة جديدة، احط لها خطوة جديدة. هدف عمال اسعى ليه وما بيتحققش، وجات لي حاجة تانية. سبحان الله، انا بسعى في الطريق ده فجاني طريق تاني خالص انا عمري ما تخيلته. اعرف انه خير ليك. ربنا عنده العلم، هو شايف ان ده اللي ينفع لك، انما ده لا. واسعى واعرف انه في الحالتين انت ربنا يحقق لك اللي انت بتتمناه، سواء اللي انت بتسعى اليه او اللي ربنا اختاره لك، لانه عنده العلم ان ده اللي هيسعدك، واللي انت بتجري وراه هو اللي ممكن يكون آه، هيجيب لك المشقة. طيب، خليني برضو انا تذكرت ان في حد كان قال لي ازاي اقدر احفظ القرآن الكريم وهو بسم الله ما شاء الله كبير. فأنا افتكرت وقت ما كنت بحفظ القرآن وكنت أبص لكتاب الله فأقول ياه، ده كبير، أحفظه إمتى وإزاي؟ ففهمت من أستاذتي إنه مش أنا اللي بحفظ، ربنا سبحانه وتعالى لما بيلاقيكي أو بيلاقيك حطيت نية، أنت عايز تتمعن في كلام ربنا، في كلامه، خلاص بيقول للعقل ده استوعب، احفظ. فتبص تلاقي نفسك سبحان الله بتحفظ. بس كنا بنمشي على خطوات. بصوا بقى، خطوات، ما كانش الموضوع بيكون كده وخلاص، لأ. يعني أقرأ وجه. أولا لازم الواحد بيحترم الوقت اللي هو موجود فيه. يعني أنا جوه ساعات من الزمن، فلازم بحدد فيها وقت. ثم ابتدي أحدد لنفسي في اليوم وجه من كتاب الله، أعرف سبب نزوله لو كان ليه سبب نزوله، وبعد كده أفهم تفسيره من كتب مشايخنا الميسرة. ده هيساعدني على الحفظ، واقعد في مكان هادي، وما اكونش بطني مليانه ومركز قوي، وادعي ربنا يا رب، واقعد في اتجاه القبله اطلب منه ان هو يعيني على الحفظ. خطوات خطوات كنا ناخدها، فنبص نلاقي نفسنا سبحانك يا رب نحفظ على طول. وكنت احب قوي وانا بحفظ امسك الورقه والقلم وابتدي الخمس ايات اللي حددتهم لنفسي ابتدي اكتبهم، لاني فاهمه ان العقل بيصور. فلو انا قدام استاذتي، لان ليها رهبه برضو بسمع الوجه، فشويه قلقانه او كده، فبص الاقي عقلي متذكر، ده انا بدات يا ايها الذين امنوا. انا افتكرت. عارفين انتوا، كنت دايما في حياتي برضو حتى وانا طالبه اقسم اللي انا عايزه احفظه بالالوان. والله علشان يعني انا مقتنعه ان الالوان العقل يحبها. فكنت احط العنوان بلون والمحتوى بلون، و يعني التفاصيل الصغيره احط لها لون. حتى وانا طالعه مع اولادي على التلفزيون كنت دايما ابقى محدده كده السكريبت بتاعي بالالوان، فكانوا يبصوا ويضحكوا، ايه ده يا ماما حنان، عايزين اقول انت طفله؟ فاقول لهم لا، انا بحب الالوان، بحب قوي اعمل دمج للالوان، والالوان بتفكرني.
واحب كده العود والمسك لما وانا بحفظ القرآن ومشغلة كده البخور وقاعدة في هدوء كده بعد صلاة الفجر او في قيام الليل. الوقت ده بيبقى حلو جدا، انت عقلك بيكون يعني بيستقبل، يحب قوي الوقت ده انه يستقبل، وفيه بركة بركة بركة. ورضا الوالدين هو اللي يخليك تقدر تحقق اي تارجت انت عايز توصل له. ترضي ابوك وامك، لان رضا ابوك وامك ده كنز كبير. والخلاصة النهاردة من حلقتنا خطوات بسيطة زائد تخطيط زائد التزام بتقوى الله سبحانه وتعالى زائد دعاء. ربنا يحقق لك كل الأهداف اللي انت بتتمناها، ربنا يحقق لنا كل أمانينا، كل أحلامنا، كل أهدافنا. اللهم أمين يا رب العالمين. ربنا يحفظكم. أشكركم على حسن الاستماع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.